السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. يشارك في يا مجدي يا مجدي يا أبشر وأبشر كبير يا أبشر كبير يا أبشر كبير يا أخي أبشر يا أبشر سجل هدف الأهلي الأول. يا سلام يا سلام يا سلام على كرة يا سلام على كرة يا أبشر كبير يا أبشر كبير. الأهلي هايل ينادي على سياتل ليعبر من خلاله إلى الريال. الأهلي في نصف النهائي لكأس العالم للأندية للمرة الرابعة. الفريق الأمريكي الذي يشارك لأول مرة يواجه الأهلي بتاريخه الطويل العريق العظيم الذي يشارك في بطولة العالم للأندية للمرة الثامنة. الأهلي الذي تعود على الانتصارات، الأهلي الذي أقصى الكبار، الأهلي حاصل على برونزية العالم للأندية 3 مرات. الآن الأهلي يواجه الريال، الأهلي في نصف النهائي لبطولة العالم للأندية للمرة الرابعة على التوالي. ويثبت يوما بعد يوم مدرب الأهلي مستر كولر أنه مدرب كبير يستطيع ويعرف كيف يوظف اللاعبين في أماكنهم وكيف يجري تغييراته. الأهلي يمتص فريق سياتل في الشوط الأول ثم يسيطر سيطرة كاملة في الشوط الثاني على مجريات الأمور، ويقوم كولر بإحداث وإجراء بعض التبديلات والتغييرات بإشراك عبد القادر وأفشة ليصنع الفارق، ليحرز محمد مجدي أفشة القاضية. هذه هي القاضية التي لا تنسى. في كل مرة محمد مجدي أفشة يعلن أنه لاعب كبير وله خبرة كبيرة وله بصمة في خط وسط النادي الأهلي. الأهلي يصول ويجول ويسيطر على المباراة، الأهلي يسيطر على مجريات الأمور. هذا هو الأهلي وهؤلاء هم لاعب الأهلي، رجال لقد سيطروا على المباراة وقدموا فاصلا من المهارات الرائعة. محمد هاني، علي معلول، الشناوي، محمد مجدي أفشة، أحمد عبد القادر، السولية، محمد شريف المخيف. هؤلاء هم اللاعبون الرجال الكبار. النادي الأهلي يسيطر ويحاول وتضيع منه الفرص الواحدة تلو الأخرى إلى أن أتت اللحظة التي ينتظرها الجميع، اللحظة الفارقة، لحظة المباراة، اللحظة المضيئة، القاضية من محمد مجدي أفشة. فلنستمع إلى روعة الهدف ولنشاهد حلاوة وروعة هذا الهدف العالمي. يشارك في يا مجدي يا مجدي يا أبشر وأبشر كبير يا أبشر كبير يا أبشر كبير يا أخي أبشر يا أبشر سجل هدف الأهلي الأول. يا سلام يا سلام يا سلام على كرة يا سلام على كرة يشارك في يا مجدي يا مجدي يا أبشر وأبشر كبير يا أبشر كبير يا أبشر كبير يا أخي أبشر يا أبشر